ايه اكتر حاجه ملهاش فايده اتعلمتيها في المدرسه؟ Pythagoras theorem. هل حد قعد قبل كده في المكتب؟ لا بس انت مش هتترفد، انا هترفد. احنا النهارده في ماني فيلوز جايين نشوف تيم ماني فيلوز ثقافته الماليه عامله ازاي. ايه اكتر حاجه ملهاش لازمه اتعلمتها في المدرسه؟ النحو. النحو، صح. والله كان عندنا حصة كده غريبة في المدرسة بتاعت زراعة، اتعلمت بقى ازاي ازرع بصل. هل طيب في المدرسه اتعلمتوا اي حاجه ماليه او فاينانشال؟ لا والله في ثانويه عامه خدت ماده اقتصاد بس يعني تقريبا نقصت 5 درجات. المدرسه كان عندنا بيزنس بقى اللي هو او ليفل A2 A ليفل، شويه الحاجات الجميله دي، تفهم يعني بالانس شيت، تفهم الفاينانشال بتاعت البيزنس، الميزانيه، بس كلها حاجات طبعا انتروداكشن. ان شاء الله لما تخلف او لقرايبك لولاد اخوك ولاد اختك، ايه حاجه انت هتحرص ان انت تحاول تعلمها لهم؟ يعني لو انا عرفت من دلوقتي زي ما انت بتقول ان انا اعمل لهم اسيتس او اشيل لهم اي حاجه كانفستمنت، هعمل كده دلوقتي بصراحه. لا لازم يتعلموا ان في حاجات اسينشالز بتجيبها مامي وبابي هيجيبوها لك، بس في حاجات اللي هي الرفاهيات ممكن انت تبدا تحوش عشان تجيبها لنفسك. ياخدوا جزء يتبسطوا بيه وبعدين الباقي يحوشوه يستثمروا. يحوشوا من هم صغيرين، يعني ما استنوش لما يكبروا عشان يحوشوا. لو فضل يستمتع ازاي مش هيبقى عنده مستقبل خلاص بقى. دخلهم جمعيه. والله بنحاول بقى كونسبت زي المصروف، فكره Okay. ان في تشورز تتعمل في البيت فياخد عليها مصروف، والمصروف ده بيحوشه يجيب حاجات هو بيحبها عشان يفهم قيمه الفلوس. كلما اشتريت هو مش لازم ان انا كل ما احتاج حاجة اجيبها، او مش لازم محتاج حاجة دلوقتي اجيبها دلوقتي. احنا بقينا يعني دلوقتي somehow في مجتمع استهلاكي قوي قوي قوي. فكرة انك تعيش في مستوى غير مستواك، دي طبعا بيساعدك فيها كل الحاجات اللي هي ريليتد بالبي ان بي ال، انك باي ناو باي ليتر وقسط كل حاجه and so. الخلاصه اغلبنا بيتعلم اداره الفلوس بعد ما بيكون غلط في الاغلب، لكن لو كنا ركزنا على الحاجات دي ايام المدرسه كان ممكن نقلل الديون ونزود الادخار. وفي الاخر ما تنسوش تعلموا اطفالكم اساسيات الثقافه الماليه، لان هي هتفرق معاهم جامد قوي قدام.